مفاجأة صادمة وفي خبر عاجل: تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس بوسط البلد، وده بعد مرور 4 أيام فقط من اندلاع النيران أو الحريق الأول في المبنى. واندلعت النيران في المبنى الخلفي للسنترال المكون من 6 طوابق، وانتقلت كل الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث. وبيحاول رجال الحماية المدنية أو رجال المطافي السيطرة على هذا الحريق الآن. ورصد السكان حول السنترال تصاعد أدخنة وظهور ألسنة لهب مجددا، فتم استدعاء سيارات المطافي في محاولة جديدة للسيطرة على النيران حتى لا تمتد إلى المباني المجاورة. وصرح أحد المسؤولين إن الحريق الجديد اندلع في المبنى الخلفي المكون من 6 طوابق، وقال إن النيران نشبت أعلى سطح المبنى. ولم تصدر تصريحات حتى الآن عن أسباب تجدد اندلاع الحريق في المبنى مرة أخرى. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد توجه للموقع برفقة بعض الوزراء للوقوف على سلامة المبنى. طبعا المبنى ده تابع للشركة المصرية للاتصالات. وكان الحريق الأولاني اللي كان من 4 أيام بدأ الحريق ده في الطابق السابع، والمفاجأة إن الطابق ده طابق الاي تي، يعني طابق تقديم خدمات الكمبيوتر في المبنى. نشب الحريق في تمام الساعة 5 عصرا، وفشلت كل محاولات إطفائه واستمر أزيد من 10 ساعات. كمان المطافي وصلت الساعة 5:30 وبدأت في محاصرة النيران التي كانت تنطفئ ثم تتجدد مرة أخرى. وبيقول المسؤولين إن سبب اندلاع الحريق واستمراره كان سبب إنه بداية الحريق كانت زي ما قلنا في قسم الاي تي، وقسم الاي تي مليان أسلاك وكابلات كبيرة جدا، فكانت بتندلع النيران وبتشتعل وبتمتد من حجرة للتانية من خلال هذه الأسلاك. حاول رجال المطافي إن هم يسيطروا عليها، لكن شدة النيران ووجود كمية كبيرة من الأسلاك ساهمت في اشتداد الحريق اللي انتقل من طابق إلى آخر حتى شمل المبنى بالكامل. طبعا الحريق دوت أدى لانقطاع الاتصالات وكمان انقطاع الإنترنت، ووقف خدمات كتيرة جدا في البلد. طبعا الحريق ده أسفر عن وفاة 4 مهندسين من خيرة المهندسين اللي كانوا موجودين في المبنى، وحوالي 27 من الإصابات. وقرر وزير الاتصالات صرف 1,100,000 جنيه لكل أسرة موظف متوفي نتيجة الحادث، وكمان صرف 175,000 جنيه لكل مصاب. ووزارة التضامن الاجتماعي أمرت بصرف 100,000 جنيه لكل متوفي، وأمرت بصرف 25,000 جنيه لكل مصاب. وبيقول وزير الاتصالات ردا على كلام الناس اللي بتقول ازاي مفيش وسائل للحماية المدنية او لإطفاء الحريق تلقائية في مبنى مهم زي ده. بيقول ان بالفعل الحجرات دي مزودة بمستشعرات للحرارة. في حالة حدوث اي دخان بيبقى فيه اللي هي المطر الصناعي اللي بينزل، لكن انتقال الحرارة خلال الأسلاك والنيران خلال الأسلاك من حجرة للتانية اشتدت النيران وما قدروش ان هم يسيطروا عليها، وامتدت للطوابق الاخرى. طبعا بتجدد النيران مرة تانية في السنترال ده معناه ان خلاص سنترال رمسيس كده انتهى، وان المبنى كده اصبح لا يصلح اللي هو يقوم بمهامه السابقة. بمعنى انه هيتم اخلاء هذا المبنى وهيتم ازالته او بيعه زي ما سمعنا. الله اعلم طبعا ايه اللي هيحصل. في معلومات بتقول ان الحريق ده مدبر. بعض الناس بتقول ان الحريق ده مدبر لكي يتم بيع هذا المكان لبعض المستثمرين، لأنه موقع استراتيجي في وسط البلد. غير إنه طبعا هيتم نقل عمل سنترالات تانية في أماكن تانية ونقل الخدمات عادي جدا، مفيش مشكلة. في ناس تانية بقى بتقول إنه احتمال الحريق ده يكون مدبر للتخلص من بعض التسجيلات أو بعض المعلومات اللي تخص شخصيات معينة. الله أعلم بصحة الكلام ده أو ده، لكن إحنا بننقل ما يصار. وفي النهاية أحب أسأل حضراتكم: هل فعلا مقتنعين إن الحريق ده ممكن يكون مدبر، يعني بفعل فاعل، أم إنه قضاء وقدر؟